المدير الفني للمنتخب السعودي البرتغالي نونو سانتو عند اختياره للاعب الذي سيكون بديلا للنجم المصري طارق حامد لاعب الوسط الذي تم إيقافه لمواجهة الفتح يوم السبت للدور 22 من البطولة. أظهرت صور تلفزيونية نطق طارق حامد بكلمة ضد الحارس الفيحاء فلاديمير ستويكوفيتش في لقاء الفريقين الاثنين الماضي لربع نهائي كأس حضانة الحرمين. لجنة الانضباط والأخلاق أجبر الاتحاد السعودي طارق حامد على دفع غرامة قدرها 10,000 ريال سعودي بالإضافة إلى الإيقاف لمباراة واحدة، مؤكدا أنه لا يمكن الطعن على القرار. وكشفت تقارير صحفية سعودية أن المدرب البرتغالي اختار محور الشباب عوض الانشيري خلفا لحامد، الذي انضم إليه البرازيلي برونو هنريكي في خط الوسط، وضم الجناح البرتغالي هيلدر كوستا ليكون سابع أجنبي في المباراة. ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري الإسباني، محترف سعودي 47 نقطة.